أفلام هوليوود دايماً بتخوفنا من سيناريو نهاية العالم. نيزك عملاق يقرب من الأرض، بركان يثور ويفيض وكأنه جحيم، أو وباء غامض يمسح البشرية في أيام. وبننبسط قوي لما البطل ينقذ الكوكب في آخر لحظة في فيلم أو مسلسل، ونقول الحمد لله إنه ده مجرد خيال. بس الصدمة والحقيقة التاريخية المرعبة إنه نهاية العالم مش فكرة سينمائية للمستقبل. نهاية العالم حصلت بالفعل على الكوكب ده 5 مرات كاملة. العلماء بيسموا الأحداث دي mass extinctions، الانقراضات الجماعية الكبرى. 5 كوارث مرعبة الحياة فيها قربت من الصفر المطلق. الأرض اللي بنمشي عليها بكل ثقة النهاردة هي في الحقيقة مقبرة جيولوجية عملاقة عليها حفريات لمعظم الكائنات اللي عاشت هنا قبلنا. بس في كل مرة ومن وسط الحطام والموت كان بيحصل المستحيل. الحياة بتلاقي طريق وبترجع تتشكل وتتطور بأشكال أعجب وأعمق. وعشان نبدأ الرحلة دي لازم نرجع بالزمن لورا قوي، حوالي 440 مليون سنة. وقتها ما كانش فيه بشر ولا ديناصورات ولا حتى شجرة واحدة على البر. الأرض كانت عبارة عن عالم مائي والحياة كلها مستقرة جوه المحيطات. القاع كان زحمة بكائنات بحرية عجيبة، كائنات شبه صراصير البحر وحبار عملاق طوله بيمتد لأمتار. العالم في الوقت ده كان دافي وهادي، وكأن الحياة لقت أمانها الأبدي في المية. بس الأمان في تاريخ الأرض مجرد خدعة. فجأة وبدون إنذار ضربت الأرض ضربة الغدر الأولى، وأعلنت عن أول كارثة، Ordovician Extinction، انقراض العصر الأردوفيشي. درجات الحرارة هنا نزلت لمستويات مرعبة، ودخل الكوكب في أقصى عصر جليدي في تاريخ الحياة، واللي بنسميه Ice Age. الجليد بدأ يتحرك بسرعة من القطبين عشان يغطي مساحات ضخمة من الكوكب، فمستويات البحار انخفضت بشكل حاد جداً، والشواطئ اللي كانت مليانة كائنات اتحولت في لمح البصر لأراضي جافة وميتة. والموضوع مخلصش هنا. بعد فترة من التجمد العنيف الكوكب عكس اللعبة، حصلت موجة دفء مفاجئة. الجليد داب بسرعة مرعبة، والمية رجعت للمحيطات بس ملوثة وغيرت كيمياء البحار وسحبت منها الأكسجين. وبكده الكائنات اللي نجت من فريزر الجليد ماتت مخنوقة في مية سخنة، والنتيجة اختفاء الغالبية العظمى من الكائنات البحرية في أول إبادة جماعية يرتكبها الكوكب في حق سكانه. الحياة وقتها وقفت والمحيطات بقت فاضية، بس الشوية الصغيرين اللي فضلوا قاوموا وبدأوا يجهزوا لأكبر خطوة في تاريخ التطور، إنهم يسيبوا المية خالص ويطلعوا على البر. بعد كل ده بدأت جروح الكوكب تلم بالتدريج، ووصلنا لقبل حوالي 365 مليون سنة، وتحديداً عند الكارثة الثانية Devonian Extinction، انقراض العصر الديفوني، والمشهور في التاريخ باسم عصر الأسماك Age of Fishes. في العصر ده الحياة انتعشت بشكل مذهل، والبحار اتملت بكائنات مفترسة وأسماك ضخمة ومرعبة، وفي نفس الوقت كانت كائنات برمائية بدائية بتجرب تاخد أول خطوة برا المية وتزحف على البر. والنباتات بدأت تطلع وتغطي الكوكب بغابات وأشجار عملاقة. المشهد كان بيقول إنه الأرض لقت سلامها من تاني، وإنه الخضار هو الأمان المطلق. بس الصدمة إنه الخير ساعات هو اللي بيجيب الدمار، والجاني في الكارثة التانية دي كان الشجر والنباتات نفسها. السر كان في الجذور. النباتات عشان تتمدد وتكبر طورت شبكات جذور عملاقة وقوية جداً، بدأت تفتت الصخور وتحولها لتربة غنية بالمعادن. ولما الأمطار كانت بتنزل كانت بتجرف التربة دي وتصبها بكميات مرعبة فوق طاقة الاستيعاب جوه الأنهار والمحيطات. التدفق الضخم ده عمل جنون بيولوجي. ظهرت طحالب بحرية بأعداد كبيرة غطت سطح المية وحجبت الضوء، ولما الطحالب دي ماتت كلها ونزلت القاع البكتيريا بدأت تحللها، وعشان تحللها سحبت واستهلكت كل الأكسجين من المية في ظاهرة علمية مرعبة اسمها Ocean Anoxia، نقص الأكسجين في المحيطات. الكوكب على البر بيتنفس خضار وحياة،
وجوه المية الكائنات بتموت مخنوقة بسبب التحلل الناتج عن الخضار ده، والكارثة دي مسحت معظم الأنواع الحية اللي كانت موجودة وقتها. بعد ملايين السنين من الكارثة دي الكوكب هدي، والأكسجين رجع للمحيطات، وبدأت زواحف وحشرات عملاقة تسيطر على الأرض. وهنا بننتقل بالزمن لقبل حوالي 250 مليون سنة، وتحديداً للحظة المعروفة باسم Permian Extinction، انقراض العصر البرمي، والمشهور في التاريخ باسم The Great Dying، الموت العظيم. وده ممكن نقول عنه أضخم وأعنف انقراض جماعي في تاريخ الأرض، لأنها كانت بتفتح أبواب الجحيم من أعماقها. الشرارة دي بدأت من سيبيريا، حصلت ثورات بركانية عملاقة في منطقة شقوق ضخمة اسمها مصاطب سيبيريا Siberian Traps. الفيضانات البركانية دي فضلت تطلع غازات سامة لآلاف السنين بدون توقف، وضخت في الجو كميات مرعبة من ثاني أكسيد الكربون، والنتيجة كانت احتباس حراري عنيف جدا. البر تحول لصحاري مشتعلة، والغابات اتحرقت بسبب الأمطار الحمضية السامة. الرعب الأكبر انتقل لأعماق المحيطات. الاحتباس الحراري سخن المية، وثاني أكسيد الكربون داب فيها وحولها لحمض قاتل مفهوش أكسجين خالص. ومن تاني تحولت البحار لبرك كبريتية بتغلي. الكارثة دي دمرت الحياة في البحار كلها تقريباً، وأبادت أغلب الكائنات اللي بتعيش على البر. الأرض كانت خلاص بتفلس، مفضلش عايش من إجمالي الحياة غير نسبة ضئيلة جداً، والشوية الصغيرين دول هم اللي وقفوا في وش الإبادة الكاملة. ومن قلب الجثث اللي غطت الكوكب، الناجين بدأوا يتكيفوا ويتطوروا ببطء شديد، ويمهدوا الأرض لظهور كائنات جديدة، الديناصورات. بنمر بملايين السنين عشان نقف عند المحطة الرابعة قبل حوالي 200 مليون سنة، وتحديداً مع انقراض العصر الثلاثي الجوراسي Triassic-Jurassic Extinction، واللي فتح الباب رسمياً لعصر الديناصورات Age of Dinosaurs. وقتها اليابسة كلها كانت متجمعة في قارة واحدة عملاقة اسمها قارة بانجيا. النسخ الأولى من الديناصورات بدأت تظهر، بس ما كانتش هي اللي مسيطرة لسه. كان في تماسيح برية عملاقة وأشرس بتنافسها بقوة. وفجأة القارة العملاقة دي بدأت تتفكك وتبعد عن بعضها، والانفصال ده عمل نشاط بركاني زلزالي عنيف جدا على طول الشروخ، وهي نفس الشقوق اللي صنعت المحيط الأطلسي بعد كده. البراكين دي ضخت غازات دفيئة عملت تغير مناخي سريع وحاد، أدى لاختفاء غالبية الأنواع على الكوكب. الكارثة دي قضت تماماً على التماسيح البرية والمنافسين الأشرس، وسابت الساحة فاضية للديناصورات عشان يبقوا لوحدهم على الأرض بدون منازع. ومن هنا انطلق العصر الذهبي للعمالقة دول، وبقوا هم اللي مسيطرين على كل شبر في الأرض ل150 مليون سنة كاملة، لحد ما جه اليوم اللي السما فيه نورت بنور مرعب، نور النهاية. الوميض ده بيرجعنا بالزمن ل66 مليون سنة ورا عشان نعيش السيناريو الأشهر والأعنف في التاريخ، انقراض العصر الطباشيري KPG Extinction. في الوقت ده الكائنات دي كانت في ذروة قوتها وازدهارها، فصائل مفترسة مرعبة وتانية عملاقة بقرون ضخمة، وما كانش فيه أي خطر طبيعي على الأرض يقدر يهدد وجودها. بس التهديد المرة دي كان جاي من الفضاء. فجأة نيزك عملاق عرضه حوالي 10 كيلومتر ضرب منطقة المكسيك الحالية بسرعة وقوة تدميرية غير مسبوقة. ده عمل زلزال كوني غير طبيعة الكوكب في ثواني، موجة تسونامي بارتفاع كيلومترات، وحرائق غابات غطت القارات، وغبار كبريتي طار للسماء وعمل غلاف سميك حجب ضوء الشمس تماماً ولسنوات طويلة. الكوكب دخل في ظلام دامس وبرد قارس، ومن غير شمس انهارت السلاسل الغذائية، النباتات ماتت أولاً، فالديناصورات العشبية ملقتش أكل وماتت من الجوع، ووراها على طول ماتت الديناصورات الآكلة للحوم. الكارثة دي مسحت الديناصورات تماماً من التاريخ ودمرت معظم الحياة على وجه الأرض. بس وسط كل الخراب ده، وجوه جحور مستخبية عميقاً تحت الأرض،
كان في كائنات صغيرة قوي، ثدييات بدائية شبه الفئران الجبلية قدرت تستحمل وتنجو، والكائنات الصغيرة دي هي اللي ورثت الكوكب الفاضي. والمفارقة الفلسفية العميقة هنا إنه لولا النيزك ده ونهاية العمالقة دول ما كانش المسرح البيئي هيتغير، ولا كانت الظروف هتمهد الطريق لظهورنا. الدمار الكامل ده كان هو نفسه خطوة البداية لعالم جديد تفرعت فيه شجرة الحياة، لحد ما ظهر الفرع الأحدث والأذكى على الإطلاق اللي هو الإنسان. والسر الفلسفي اللي بيخد أي حد يبص على الصورة كاملة إنه كوكب الأرض مش مكان مستقر وهادي زي ما بنفتكر. الأرض معمل تجارب كوني قاسي وعنيف، بيطلع كائنات ويمحيها في لمح البصر. بس الصدمة الحقيقية مش في الماضي، الصدمة هي اللي بتحصل دلوقتي حالاً. علماء الجيولوجيا والبيئة بيأكدوا إنه الأرض بتمر حالياً بالفعل بالانقراض الجماعي السادس، The Sixth Extinction. معدلات اختفاء وتراجع الأنواع الحية النهاردة بقت أسرع بكتير جداً من المعدل الطبيعي الجيولوجي. بس المرة دي السيناريو مش جاي من صخرة من الفضاء ولا من براكين بتفتح أبواب الجحيم. الأزمة الحقيقية هي اختلال التوازن البيئي والتغير المناخي الحاد اللي بنشهده في عصرنا الحالي بسبب ممارساتنا وإهمالنا لإدارة الموارد. التاريخ مش حكايات للتسلية، التاريخ تحذير مكتوب بدم وحفريات الكائنات اللي عاشت قبلنا، وكأن الكوكب بيبعت رسالة صامتة بتقول إنه الاستقرار مجرد وهم، وإنه الهيمنة مش أبدية لأي حد. 5 انقراضات جماعية مرت على الأرض وأثبتت أنه توازن الحياة دائما دقيق وحرج. وعشان كده الذكاء الحقيقي النهاردة هو أننا نفهم قوانين الطبيعة ونحترم التوازن البيئي اللي حوالينا عشان نحافظ على سلامة وجودنا واستمرار رحلتنا لأطول فترة ممكنة. يا ترى هل هنتعلم الدرس ونحافظ على التوازن ده قبل ما ندفع ثمن غالي بسبب إهمالنا؟ ولا هنفضل مستمرين لحد ما نكتب سطر النهاية لوجودنا ونقفل الموسوعة البشرية على كده؟ أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.